الفيلم بيبتدي مع اوتاساكا عنده قدرة خارقة ان هو بيتحكم في الشخص اللي قدامه، بيقدر يتحكم في جسمه لمدة 5 ثواني من خلال عينيه، وبيستخدم قدرته دي على الناس اللي بيتنمروا عليه، وكان بيستخدمها كمان في الامتحانات. كان بيستخدم جسم الطلاب وبيبص في ورقتهم وبياخد كل الأجوبة، وقدر ان هو يطلع الأول ودخل أحسن جامعة، والكل طبعا معجب بشخصيته. هنا بيطلبوا منه ان هو يقول كلمة فما بيعرفش يقول اي حاجة، فضل يبص لهم كده وضحك لهم الضحكة دي وشكرهم على اي حال. هنا هو قاعد في الصف، بنت بتبعت له رسالة ان هي لازم تشوفه، طبعا معجبة وراح علشان يقابلها. قالت له انا معجبة بيك، ممكن نخرج مع بعض في موعد؟ قال لها بصراحة انا من المدرسة للبيت ومن البيت للمدرسة، يعني ما عنديش وقت. اعتذرت منه عشان ازعجته وراحت جاري. طبعا هو معجب بالبنت الجميلة دي اسمها شيوري، وقال لازم اتقرب منها. قدر يتحكم في صاحبتها وراحت جاري، وكمان قدر يستخدم السائق ده علشان يدوسها وهو يكون البطل بتاعها، وقدر ان هو ينقذها. هنا قال لها خلاص انا رايح. قالت له ممكن من فضلك نروح نشرب حاجة مع بعض؟ قال لها طبعا. وطبعا صاحبتها جابت عذر ان هي لازم تروح. قال بصراحة صاحبتها دي ممثلة بس شاطرة طبعا. هنا قال لها يلا خلينا نروح. وهم قاعدين قال لها بصراحة الاكل جميل جدا، هو انت ازاي عرفت المكان ده؟ له خلاص لو عجبك كل فترة والتانية نتقابل مع بعض. وبتصحى على نفسها، وده رئيس مجلس الطلبة اسمه أمارة. قال له انت متهم بالغش علشان كده هتعيد الامتحان قدامي. قال له ده كلام فاضي. قال له احنا عندنا الترخيص من المدير، ولو رحت هتثبت عليك التهمة، علشان كده بيضطر ان هو يقعد ويعيد الامتحان. بس بيقدر ان هو يتحكم في جسمه. وهوب بتطب عليه البنت دي اسمها توموري. قال له هو انت طلعتي لي منين؟ قالت له انا رئيسة مجلس الطلبة، على فكرة بقالي فترة بصورك، تحب تشوف الفيديوهات بتاعتك؟ قال له وانت بتقولي ايه اللي بيحصل ده؟ وبيروح جري، والشخص ده اسمه كازو بيراقبه من بعيد. قال له هو انت هتهرب مننا فين؟ وراك والزمن طويل. وبيروح وراه جري وبيقدر ان هو يمسكه. وبتيجي توموري قالت له ده اسمه كازو بيشتغل معانا، وانت كمان هتقدر تشتغل معانا دلوقتي، انا عارفه ان انت عندك قدره خارقه وما تخافش، اخدت اذنك من باباك. قال له هو انت فاكره نفسك مين؟ هنا بتدي حتتين القلم ده، وقالت له ما تناقشناش مره تانية. وبيروح يقابل شيوري، قال لها ان هو هينتقل لاكاديميا هوشي، مش هيقدروا يتقابلوا مره تانية يعني الا في العطل. بس بتعتذر منه وشكرته علشان انقذها وسابته وراحت. هنا قال ايه ده، هو انا رفضتني ولا ايه؟ وبيروح يتقابل مع توموري وكازو. قال له وانا دلوقتي هعمل ايه؟ قالت له في كمان ناس تانيين عندهم قدرة خارقة، وبقدرتك انت هنقدر ننقذهم ان هما ما يأذوش الناس. قال لها طب انا ليه هساعدكم؟ قالت له ما تخافش هديك مبلغ كويس. وبيروح علشان يقدم نفسه للطلاب. هنا بيبص انه ما فيش حد اصلا سفق له غير كازو. قال له ما تخافش انا معاك. وقال له استنى هروح علشان يجيب الاكل. سبب حتة السندوتشات دول بياكل حتة دين علقة. وتسكا قال هي تموري ما عندهاش أصدقاء مع إنها رئيسة مجلس الطلبة. هنا بتقول لهم يلا بسرعة هنبدأ المراقبة. في شخص عنده قدرة خارقة إن هو بيصور البنات عريانة وبيبيعها بأسعار عالية. قال لها طب هنروح بدل الشرطة؟ قالت له طبعا ده شغلنا. وهوب بتطب عليه. قالت له مفاجأة. قال لها هو أنت خرجتي منين؟ قالت له ما يهمكش أنا عارفة إن أنت بتصور بنات عريانة وبتبيعها بأسعار خيالية. قال لها طب أنا دلوقتي صورتك من غير ما تحسي، وأكيد هتجيب لي سعر كويس علشان أنت بنت جميلة والكل هيحب صورك. قالت له بجد؟ عرفت قيمة نفسها وفضلت بترقص. هنا كان هيضربها بالسلاح، وفجأة بيجي اوتاساكا بينقذها. قالت له انا بحذرك لاخر مرة ان انت تشتغل شغلانة شريفة وتجيب فلوس بالحلال. فضل يبص عليها واعتذر منها ووعدها ان هو هيشتغل شغل بالحلال. هنا قال لها هو ده طبيعة شغلكم؟ قالت له طبعا، واخي كمان كان بيشتغل كده. قال لها طب هو فين دلوقتي؟ قالت له كان بيحب الموسيقى وكان مفكر ان هو يعيش لوحده، لغاية ما ماما قررت ان هي تدخلنا مدرسة داخلية. وطبعا هو اعترض ان هو لازم يكمل في الموسيقى وعايز يعيش لوحده علشان يحسن وضعنا المادي. بس ماما كانت رافضة الموضوع ده، وفي نفس الوقت كان بيخضع لتجربة كل فترة والتانية. وكانت قدرته ان هو بيحب يعيش لوحده وكمان بيحب الموسيقى. راحت تزوره وتسكا راح معاها، واتفاجئ لما شافه في الحال ده. قال لها طب انت ازاي جبتني المكان الجميل ده؟ قالت له انا بثق في شخص هو اللي ساعدني ان انا اجيبه للمستشفى في احسن المواقع. بصراحة ما فيش حد عارف المستقبل مخبينا ايه. وتسكا قال لها هو انت ليه بتتكلمي بالطريقة دي؟ انت بتخوفيني. قالت له وانت بتقول ايه؟ يلا خلينا نرجع دلوقتي. وتاني يوم عندهم مهمة تانية، يدوروا على بنت مشهورة اسمها يوسارين. هي في خطر عشان كده لازم يلاقوها. في شخص واحد هو اللي يقدر يدلهم عليها. كازو معجب بيها جدا. قالوا واخيرا هتقابل مع يوسارين. وتسكا قال اكيد هي دي البنت اللي معجب بيها اختي ايومي، هنتعرف عليها بعدين على اخته طبعا، وده الشخص اللي هيدلهم عليها.
هنا بتقول له توموري هي في خطر، علشان كده لازم نلاقيها وننقذها. قال لهم طب اثبتوا لي ان انتوا كمان عندكم قدره زي يوسرين. قالت له بس كده وبتختفي. هنا قال ايه ده، هي راحت فين؟ توموري قالت له خلاص اقتنعت. قال لها خلاص هاخدكم عليها. هنا بيقابلوها طبعا كازو قالوا اخيرا شفتها بلحمها وشحمها، وبيديها القلم ده. هي لطيفة مع انها زي الدمية، ممكن اقرب منها زيك؟ هنا قالت لهم انا هحرق كل قنوات التلفزيونية. توموري قالت لها عايزة تدخلي السجن زي اختك؟ طب لو كده تعاوني معانا علشان ننقذك وننقذ اختك كمان، وهعاقبهم حبتين. اتفاجئت وقالت لها طب نسبة النجاح قد ايه؟ قالت لها ما تخافش انا عندي اسلوبي ازاي بهددهم. قالت لها طب ممكن انام شوية؟ قالت لها طبعا، واضح ان انتي تعبانة. ودي بقى هي اللي اسمها ايومي اخت اوتساكا، معجبة جدا بيوسرين. قال لها انا شفتها شخصيا. هنا قالت له بجد؟ ازاي شفتها؟ قال مع اني ما كنتش لازم اقول لها. قال لها هي هتنتقل بكره لمدرستنا. قالت له وانا عندي فرصه علشان اقابلها؟ انا بجد حاسداك. هنا قال لها ممكن ابص اول حاجه لانفك؟ هو انت لسه تعبانه؟ قالت له انا لازم اشوفها. قال لها خلاص ما تبالغيش، مش للدرجه دي يعني. تاني يوم بتيجي يوسرين وبتعرف نفسها على كل الطلاب، والكل طبعا معجب بيها علشان زي ما قلت لكم هي مشهوره. هنا كانت قاعده جنبها والكل حواليها، وبتيجي طبعا توموري قالت لها مش وقت الكلام ده يا ماما، وقت الشغل طبعا. يجي الشخص الغريب ده، يوسرين كانت خايفه منه جدا. كازو قال لها ما تخافيش ده معانا في الفريق. بيدينا الموقع وبيروح. توموري قالت لهم النهارده هنقابل شخص رياضي كنت براقبه من فتره، هو ده الشخص. قال لهم وانتوا عايزين ايه؟ ده وقت التدريب. قالت له مش هلف وادور، انت بتستغل قدراتك بالتحريك الذهبي علشان تدي رميه بطيئه. في فريق كره القدم هيلعب ضدنا بس احنا اللي لازم نكسب وده دورك. وطبعا كان كازو محضر نفسه، حتى يساري جهزت نفسها وقالت النهارده حماس، وده قال جميله جدا. توموري قالت له ايه القرف ده؟ وفضلوا يلعبوا مع بعض. طبعا الشخص ده قوي. هنا طبعا بيجي يدور اوتاساكا، قال هو انا هقدر اتحكم فيه يعني؟ وطبعا بيستغل قدراته وبيقدر ان هو يتحكم في جسمه. يفضلوا يلعبوا كده ضربة من هنا وضربة من هنا، وتوموري عمالة تشجعه هو ده. وطبعا اللي فاز هو فريق توموري. وده بيقول لهم بصراحة المرة دي كانت الكرة غريبة، مش عارف ازاي كده بس انا حاسس باحساس غريب. هو انا اللي عملته صح ولا غلط؟ قالت له طبعا اللي عملته صح، وبكرة هتعرف ان انت اللي عملته ده هو الصح، وهتفتخر بكونك عندك القدرة دي وهضمن لك ده طبعا. ابتدى بيضحك كده وقال لها اتمنى. هنا بيقول لها اوتاساكا مش عايز اكون مرة تانية تجربة ليكي. قالت له ما تخافش انا ما جربتكش. وهنا لما بيجي البيت بيقول اتمنى ما يكونش صلصة البيتزا زي كل مرة. وفعلا بيلاقي طبق الصلصة ده كان لونه اغمق. قال لها مش لازم يكون افتح شوية؟ قالت له وانا ما قلتلكش ده طبق عائلي اصلا؟ قال زي ما توقعت. وطبعا مضطر ان هو يسيرها. قالت له بص ده اعلان يسارين عندها اغنية جديدة. صحيح هي انتقلت لمدرستكم؟ قال لها ايوه. طبعا ايومي لما بتنبسط زيادة انفها بينزف وبتقع. قال وانا هعمل ايه مع البنت دي؟ انا بجد غلبت معاها. موري كانت قاعده لوحدها لغايه ما بيجوا البنات دول وبيسحبوها، والبنت دي بتفضل تضربها وبتدي لها قلم ورا التاني. وتساكا اتفاجئ ازاي توموري مش بتدافع على نفسها، وافتكر لما ادته العلقه دي يعني توموري تقدر تدافع على نفسها. قالت له وانت عندك اعتراض على حاجه يعني؟ قال لها لا بس انا اتفاجئت يعني. قالت له وقت الشغل. هنا بتقول لهم انه في واحد عنده قدرة خارقة بس موجود وسط الجبل. وكازو بيقول لها هو انت هتروحي معانا يعني؟ قالت له وانت بتقول ايه؟ انت عايز اموتك هنا ولا ايه؟ وطبعا بيروحوا علشان يشتروا الاغراض دي. قالت له اهم حاجه المشاوي. قال لها بصراحه اوقات بحسك غريبه، ولما بيوصلوا الجبل بيفضلوا يجهزوا الخيم والمشاوي كمان. بالليل كان كازو ويوسران بيلعبوا مع بعض، اما توموري كانت قاعده لوحدها بتسمع موسيقى. بيروح وراها اوتاساكا بيفتكر انه هي اللي هتتخض بس العكس هو اللي اتخض، وبتديه يسمع الموسيقى بس بتاخده لعالم تاني. هنا بتقوله بص انا بشاهد الفيديوهات اللي بصورها بتاعت الغشاشين يعني هو. قالت له بس انا حلمي ان انا اصور فيديو ليندا الفنانه المشهوره. هنا قال اول مره اشوف التعابير دي. وقالت لهم كل 4 ساعات كل ثنائي هيتقسم. ولما بينام اوتاساكا بيفضل يحلم ان هو بياكل مع اخته ايومي وفي شخص تالت معاهم، وبيفضل كازو يصحيه بيقوله ده وقتنا. هنا بيسهروا مع بعض. وقالت بصراحة الجو هنا جميل خصوصا مع المشاوي. هنا الصبح هما قاعدين بيلاقوا الشاب اللي عنده قدرات خارقة. بيقول لهم هو انتوا مش هتروحوا من هنا؟ قالت له توموري على فكرة احنا عارفينك واحنا هنفضل هنا. قال لها انت بجد واحدة مزعجة. هنا بيروح ينط عليها وبتقدر تصوره بس بيقع. وبيقول هو ايه اللي حصل لي ده؟ هو انتوا مين اصلا؟ قالت له توموري احنا اصحاب القدرات الخارقة. قال لها نعم؟ هو انتوا بتعملوا ايه هنا؟ دلوقتي هيحولوكم لفيران على فكرة. وبيقول لهم بصراحة افتكرت ان انا الوحيد اللي عندي قدرة خارقة. وبيجي اوتاساكا البيت بس ايومي كانت زعلانة منه.
عشان اتأخر عليها، بس كانت مجهزة له الأكل الجميل ده. قال وأخيرا هتعشى أكل جميل. هنا الحرارة بترتفع عندها واعتذرت منه علشان هيسهر معاها. قال لها مفيش مشكلة، أهم حاجة إن أنت تبقي كويسة. تاني يوم بيقول له توموري هم أشخاص القدرات دي مش هيخلصوا. توموري قالت له وأنا ما قلتلكش ده شغلنا وإحنا هنكمل كده لغاية ما يخلصوا كلهم. هنا بتقول لهم بس أنت شايفك إن أنت زعلان، هو في حاجة؟ قال لها بصراحة أختي تعبانة. هنا بيقرروا إن هم يروحوا يزوروها. قال لها على فكرة أختي معجبة بيكي. يوسارين قالت له دلوقتي زاد حماسي ان انا اقابلها، بس ايومي كان عندها اصحابها. هنا شاف البنت دي بتتصرف تصرفات غريبه. طبعا ايومي لما شافت يوسارين انفها ابتدى بينزف. قال هو ده اللي كنت خايف منه. قالت له يوسارين ما تخافش انا عامله احتياطي. هنا بتقول واخيرا شفت يوسارين في الواقع، وقالت لهم خلينا نتعشى مع بعض وكانوا مبسوطين. هنا قالت لها خلاص الاكل جميل وهنتقابل مره تانية. يوسارين قالت لها دلوقتي لازم اروح. قالت لها بس اكيد هنشوفك مره تانية صح؟ قالت لها طبعا. دلوقتي قالت لها هنام وانا مبسوطه. هنا طبعا كانت لسه تعبانه. توموري قالت لها انت لازم ترتاحي، وتاساكا قال لها انا هوصلها بس انت استنيني. ولما بيرجع بتقول انا لازم اروح المدرسه. قال لها مستحيل، بس بتستناها لغايه ما يروح. تروح المدرسه وطبعا بيعرفوا. توموري قالت لهم هو ده الطريق المختصر علشان نلاقي ايومي بسرعه. على فكره في شخص اسمه اوكاوا بيحب ايومي بس هي مش مهتميه به نهائيا، والبنت الغريبه دي بتقف قصادها. ايومي قالت لها هو في حاجه؟ قالت لها ايوه انت السبب، علشان اوكاوا نسيني بسببك لانه بيفكر بس فيكي. ايومي قالت لها هو انت بتقولي ايه؟ انت فاهمه الموضوع غلط، ممكن تسيبي السكين دي؟ قالت لها مستحيل انا هموتك. وبتروح ايومي جري وهي كمان راحت وراها. ايومي فضلت بتطلب المساعده. فجأة بينهد بناء المدرسة كله. هنا اوتاساكا بيقول اختي ايومي جوه انا لازم اروح علشان انقذها. توموري بتقوله انت هتأذي نفسك. لما بيروح علشان ينقذها الحجرة دي كمان بتقع، علشان كده اوتاساكا بيضطر ان هو ينسحب لانه مش هيقدر يعمل حاجة، وبيلاقي نفسه في المستشفى. هنا قال لهم انا لازم اخرج من هنا، وبيروح البيت فضل قاعد لوحده. قال هو مفيش حاجة تتاكل يعني؟ هنا لما بيروح علشان ياكل حاجة مش بيلاقي، علشان متعود انه ايومي هي اللي بتطبخ له، وبيضطر ان هو ياكل المعلبات لغاية ما بيجي كازو ويوسارين بيفضلوا يدقوا عليه الباب. بيروح بيبص كده فما بيفتح لهمش. بيقول لهم ممكن تروحوا؟ يوسارين بتقول له انا جهزت لك الاكل انت اكيد هتحبه، ممكن ناكل مع بعض. قال لها مش عايز. هنا بتوقع الطنجره دي وبيجي كازو قال لها وانت عملتي ايه؟ قالت له لازم تكسر الباب ده، انت ما عندكش فايده اصلا، مالكش لازمه نهائيا، وبتستخدم قوتها بس مش بتستفيد اي حاجه، انا كمان مش نافعه في حاجه. وهوب بتيجي البنت اللي كان بيحبها شيوري وبيقول لها هو انت مين؟ قالت له هو انت نسيتني؟ انا البنت اللي انقذتها. طبعا اتكسفت تقول له انه انا البنت اللي رفضتك. قال لها هو انت جيتي ليه؟ قالت له انا سمعت اللي حصل لاختك ايومي وزعلت عليها، جيت علشان اساعدك. قال لها مش عايز اي مساعده. قالت له بس انت كده هتتعب وهتمرض عقليا. قال لها قلت لك مش عايز اي مساعده. قالت له الاشخاص الطبيعيين لو قعدوا كده لوحدهم بيمرضوا عقليا. هنا بيفضل يكسر البيت وبيقول لها مالكش دعوه واخرجي من بيتي. وطبعا شيوري بتقول زي ما انت عايز وبتخرج. وبيجي المدير والاساتذه وبيفضلوا يدقوا عليها الباب، بس بيبص عليهم كده يتحكم في جسمهم وبيعلقوا ببعض. دلوقتي قال اقدر اخرج، والراجل ده بيتفاجئ منه، بيروح بيسحب فلوس وبيروح المكان ده بيفضل ياكل. طبعا فترة الاكتئاب طولت معاه حبتين. هنا وهو في البيت نام شوية وقال دلوقتي اقدر اخرج، وبيتمشى في الشارع ده بيلاقي المكان ده وبيدخل وبيلاقي اللعبة دي. ابتدى يلعب وعجبته جدا، حس بحماس، حس وكأنه بيموت كل البشر، وابتدى يسحب فلوس، بيخسر كل فلوسه على اللعبة دي. هنا طبعا لما بيجي مرة تانية بيلاقي الشباب دول بيلعبوا، بيفضل يستناهم. قال لهم هو انتوا خلاص مش هتخلصوا يعني ولا ايه؟ قال له ايه ده، هو انت عايز مننا حاجة ولا ايه؟ اكيد انت عايز تموت. وقال لهم خلينا نروح على جنب كده. هنا قال لهم هو انتوا هتموتوني يعني؟ مش هتقدروا اصلا. بيحاول ان هو يستفزهم وبيتحكم فيهم، بيفضلوا يضربوا بعض. طبعا هو مش بيعمل اي حاجة، طبعا هما بيقوموا بالواجب. لهم شفتوا قلت لكم مش هتقدروا عليا، يلا روحوا العبوا بعيد. هنا بيقول له فاضل دي والباقي هغرزه في رجلك كده. وهوب بتطب عليه توموري. اتفاجئ لما شافها، قال لها هو انت كنت فين؟ قالت له انا كنت براقبك من بعيد، كل خطواتك كنت بشوفها. قال لها عجيبه، كنت فاكر ان انت هتعيني شخص غيرك. قالت له انا كمان حاسه بالمسؤوليه وكانه ما قدرتش انقذ ايومي. هنا بتقول له هندي وعد لبعض ان احنا مش هنتدخل في بعض، بس لازم انه انت تاكل لقمه واحده معايا في البيت. قال لها بس ما تتراجعيش، لقمه واحده. قالت له تمام وعد. هنا بيجي معاها البيت وبتحضر له الاكل اللي كانت ايومي اخته بتحضر له اياه. هنا ابتدى يبص وهو متفاجئ، ولما اكل لقمه واحده
لها نفس الطعم. توموري قالت له مبسوطة علشان عجبك، وقال عجينة البيض بالأرز زي ما كانت أختي أيومي بتعملها. ابتدى بيعيط وبياكل بسرعة كبيرة. توموري قالت له الأكل بسرعة غلط، شفت أكل البيت أطيب من أكل العلب. هنا قال لها توموري اختصري، عايزة ايه مني دلوقتي؟ ايه المطلوب مني بالظبط؟ قالت له ايه رايك ترجع لمجلس الطلبه؟ قال لها واحنا مش وعدنا بعض ان احنا مش هنتدخل في شؤون بعض نهائيا؟ قالت له ايوه وعدنا بعض، بس ما تنساش ان انت وعدتني هتاكل لقمه واحده وانت اكلت كل الاكل ده، وبكده انت اللي بتتدخل في شؤوني. هنا قال لها خلاص مادام كده هفكر. وفي نفس الدقيقه قال لها انا هرجع لمجلس الطلبه. قالت له ايوه كده احسن قرار اخدته في حياتك، وانا مبسوطه علشان سمعت الكلام ده منك. هنا اوتاساكا بيرجع المدرسة وبيعتذر منهم علشان غاب طول الوقت ده. يوسارين بتقول له مفيش مشكلة، أهم حاجة إن أنت رجعت لنا، وبيقول الأكل ده جميل. توموري بتقول له مش وقت الكلام ده، وقت الشغل، في عندنا تذاكر لحفلة ليندا ولازم تروحوا. كازو بيقول بصراحة أنا عندي شغل مهم، وبيسيبوا المهمة دي لأوتاساكا. بيتفاجئ وبيقول ليه اخترتوني أنا بالظبط؟ يوسارين بتقول له أحسن عشان تغير جو. توموري بتقول له أهم حاجة الاسترخاء. وهو بيكون راجع البيت بيفتكر أغنية توموري وبتاخده لعالم تاني. هنا بتخبط فيه البنت دي، وهي دي المغنية ليندا. بيقول لها أنا آسف ما كانش قصدي. قالت له مفيش مشكلة، لو عايزني أسامحك تاخدني المطعم ياباني. وبيجيبها المكان ده وبتفضل تاكل. هنا بتعرفه بنفسها وبتقول له أنا المغنية ليندا، وبيتفاجئ. وقالت له هو أنت حصل لك حاجة مؤخرا يعني؟ هو أنت خسرت حد بتحبه؟ بيتفاجئ إزاي عرفت؟ هنا بتقول له أنت لسه ما تعرفنيش، والمهم لو عايز تقولي ايه اللي حصل لك مفيش مشكله. طبعا بياخدها معاه البيت وبيحكي لها على اللي حصل لاخته. هنا بيقول لها هو في حد معجب بيكي بصراحه؟ قالت له انا معجبين كتير. خلاص مفيش مشكله، تقدر تتصل بيه. بيروح علشان يتصل بتوموري وبيقول لها انا مع ليندا شخصيا. وبتقول له عادي انا مش مهتمه بيها اصلا، بس بحب الاغاني بتاعتها، مش هقدر اجي دلوقتي علشان عندي شغل مهم. هنا بتقول له وانت اتصلت علشان كده وبس؟ بيقول كل تعبي راح على الفاضي. بيجي وبيقول لها لو عايزه تروحي مفيش مشكله علشان الشخص اللي كان هيجي عنده شغل. هنا وهو بيوصلها بتقول له انا عانيت كتير علشان اوصل للمرحله دي. هنا وهو رايح في المكان البعيد ده بتعتذر منه علشان اخدته المكان بعيد، وقال لها مفيش مشكله. قالت له وانت عايز تروح عند شخص؟ وتفاجئ كمان ازاي عرفت؟ هنا بتقول له انا هقدر اساعدك علشان يمكن تكون عندك شخص عايز تساعده. وبيتصل بتوموري بيقول لها ايه رايك اعرف ليندا على اخوكي؟ طبعا لما هيشوفها هيقدر يتغير شويه. قالت له كويس، بس انت ليه مهتم باخويا؟ قال لها علشان انا استغلت الناس كتير وعايز اعمل حاجه في حياتي كويسه. وبيجيبها وبيلاقيه في الحال ده. قال اكيد مش شارب دواه. ايه الشعور الغريب ده؟ وابتدت تقرب منه. اوتاساكا قال لها استني لحسن يأذيكي، وابتدت تغني له بصوتها الجميل ده. وطبعا هو بيحب الاغاني جدا. ابتدى يسترخى. اوتاساكا قرب منه قال له وانت فاكر اختك توموري؟ بس كان بيبص عليه كده وما بيجاوبوش. وهم راجعين قالت له على فكره هو اتقدم خطوه. قال لها لاحظت ده. هنا بيقول لها بكره هحضر الحفله بتاعتك. قالت له خلاص هستناك، بس اكيد هتجيب شخص عزيز عليك. بيتفاجئ كمان. قالت له بكره هغني علشانها. تاني يوم بيفضل يجهز نفسه، بيلبس اللبس ده واللبس ده، وتوموري بتستناه. ولما بيوصل عندها بتقوله هو انت ليه اتأخرت؟ قال لها اصل الدنيا زحمة. هنا بيبدأ الغنى، وطبعا كانت متحمسة توموري علشان معجبة بصوتها جدا، وطبعا الكل كان متحمس معاها. اما اوتاساكا فبتجيله حالة كده وبيفضل يصرخ بأعلى صوت والكل بيتفاجئ. وبنرجع للماضي شوية. هو وأخته كانوا بيسمعوا للأغنية دي، وهنا وهم بياكلوا بيجي الشخص أبو الشعر ده وما بيفهمش أي حاجة. طبعا هم كانوا في المستشفى علشان كانوا بيجربوهم بسبب القدرة اللي عنده. هنا وهم راجعين بتقول له يمكن هيجوا علشان ياخدونا. وقال لها وليه انت ما قلتليش؟ وبيجوا الشرطة علشان ياخدوها. طبعا بيقول لهم هو انتوا اخدين اختي ورايحين على فين؟ وبيحجزوه هنا، بس بيقول انا لازم انقذها. وبيجي الشخص ده هو اللي بينقذه، وبيقول له هم اخدوا اختك علشان ياخدوا منها القدرة بتاعتك وبعدين هيشرحوها، لازم تروح تنقذها. وبيروح جري وقال مستحيل اسيب اختي تموت. بيجي عند الشخص ده وبياخد القدرة منه. قال انا هعمل ايه؟ واعتذر منه طبعا. قال اهم حاجة ان انا انقذ اختي. وبنعرف ان هو كمان عنده اخوه وبيروح علشان ينقذه، بس بيلاقي المكان مبعثر كده، وده بيقول له مش هتقدر تدخل الا لو اخدت القدرة مني. وطبعا بياخدها منه وبيروح علشان ينقذه. بس هنا بييجوا الشرطة وبيمسكوه هو واخوه بعد ما كان خلاص هينقذه. وبيفوق بيلاقي نفسه في المستشفى، واحنا دلوقتي في الحاضر. ها موري بتقول له ممكن ما تختفيش فجأة كده؟
وبيجي ابو الشعر ده وتساكا بيقول له انا شفتك في حلمي. قال له ايوه انا عارف، علشان كده جيت اتبعني هتعرف كل الاجوبه. توموري بتقول المكان ده جميل، ممكن اصوره؟ بيقول لها لا طبعا، والباب عندها بصمه. وده هو اخوه الكبير اسمه شنوسكي. هنا بيعرفه بنفسه، بيقول له انا هو اخوك الكبير، واخيرا اتلم شملنا، يلا تعالى احضني. وبيقول له انا زرعت اللي حسدته على فكره. وبنرجع للماضي كمان شويه. هنا بنعرف ليه اوتوساكا لما كان بينام بيحلم انه في شخص ثالث بياكل معاهم. طبعا كان شينوسكي بيعمل كل ده علشان يحمي قدرة اخوه واخته كمان. وكل ما كان بيعمل كده كان بصره بيقل، ومع ذلك ما كانش بيستسلم. وكان عنده صاحبه ده بيقول له على كل حاجة اللي هو ابو الشعر ده. وبيقول له واخيرا قدرت اظبط الامور شوية، بس لازم نعمل حاجة مهمة، ان انت تمسح ذاكرة اختي ايومي واوتاساكا كمان علشان يعيشوا مرتاحين، وانا خلاص هعيش ورا الكواليس. ولما بيجي عندها بيقول لها جبت اصحابي معايا. طبعا هنا بياخدوا كل الذكريات اللي عندهم، وهو خلاص بيكمل حياته لوحده. علشان كده فقدت بصرك؟ بيقول له ايوه، حاولت ان انا استخدم قدرتي علشان ارجع بصري بس ما قدرتش. وبنعرف ان توموري كمان عارفه كل الحوار ده، وبيزعل اوتاساكا. قال لهم ازاي خبيتوا عني؟ قالت له احنا شغلنا كده، هنعمل ايه؟ دول قدرات الخارقه. وبيقول له مش وقته الكلام ده، مش عايز تنقذ اختك ايومي؟ يلا انصرف. وبيديه القدره بتاعته كمان. وبيوقف قصاد ايومي لما كانت البنت دي هتضربها بالسكين، وبيقدر ينقذ ايومي بعد ما ماتت، رجعها كمان من الموت. هنعمل ايه؟ وشكرته علشان انقذها. وبتلاقي ابو الشعر ده بتخاف منه ايومي. قال له انت جيت بسرعه. قالت له مين البني ادم الغريب ده؟ وبيفضل يضحك. هنا بيجيبها عند اخوهم. نسكي بيقول له واخيرا قدرت تستخدم قدرتك في حاجه كويسه، وقدرت ترجع اختنا ايومي. وبيعرفه على الشخص ده، بيقول له ما انا عارفه علشان افتكر لما انقذه. بيقول له احنا بنعمل لقاح علشان نمنع تفشي القدرات الخارقه. قال له يعني احنا مرضى؟ قال له طبعا، اصحاب القدرات الخارقه عباره عن مرض، علشان كده بنخطط اللقاح لكل شخص علشان نحميه، وده اسمه شارلوت. هنا ايومي بتقول لشينوسكي هو انا ممكن اناديلك باسم اونيتشان؟ قال لها طبعا. وتاساكا بيزعل، بيقول لها هو انت اتاقلمتي مع الوضع ونسيتيني يعني؟ وبتعرف نفسها على كل الشله دي علشان هي عندها شعبيه كبيره. وبيقول لها اتشرفنا بمعرفتك. وده بيقول لهم انا عندي شغل ولازم اروح علشان لقيت واحد في عنده قدره خارقه، بس الشيفور ده بيكون مخطط مع عصابه وعايز يسلمه علشان هدده بعيلته، ولازم يعمل اي حاجه عايزينها علشان ما يموتوش عيلتهم. وبيجيبوا للمكان ده، وبيجي ده بيفضل يضرب فيه لغايه ما يموتوا من الضرب. وبيطلبوا منه ان هو يدلهم على اصحاب القدرات الخارقه، بس بيقول لهم مستحيل، اصلا كسرت اسناني وهستخدم اسنان اصطناعيه. بس علشان بيعذبوه كتير بيضطر ان هو يعترف ويقول على مكان توموري. هنا بيتصلوا بشينوسكي علشان بيكونوا خلاص خطفوا توموري، وبيقولوا له ان احنا خطفنا توموري وكمان كوماغامي، والمقابل ان انت تسلمنا اوتاساكا علشان نسلمك توموري وكوماغامي. بيتفاجئ وبيروح عند اوتاساكا بيقول له على كل حاجه، ان هم خطفوا توموري وكوماغامي والمقابل انت. قال له يعني عايزني اروح انا لوحدي؟ قال له طبعا، واكيد هتنجح. قال له انا مجرد غشاش وحقير واناني، مستحيل انجح في المهمه دي. وعلشان بيتعصب ما بيقدرش يتحكم في قدرته، وبيكون المكان هيتهد عليهم. بس شينوسكي بيحضنه وبيقول له اهدى، احنا لازم نفكر. هنا بيفضل يفكر في المواقف بتاعه توموري لما وقفت جنبه علشان يوصل للمكان ده، وقال انا لازم انقذها. بيروح للمكان المخطوفين فيه وبيقول لهم انا هموتكم كلكم. وبيجي الشخص ده وبيمسكه. على فكره شخص الابو الشعر ده كمان راجل، وبيتحكم فيه من خلال قدرته، وبيقدر ان هو يهد كل المكان ده. وللاسف كوموغامي بيموت، وبيقول خلاص انا عملت اللي عليا والباقي عليكم. وتاساكا لما بيصحى بيلاقي نفسه في المستشفى، وبيفتكر كل اللي حصل معاه، وبيفضل يصرخ ويقول هو ايه اللي حصل معايا بالظبط. وبتيجي الممرضه بتديه الحقنه دي علشان يهدى، ودي بتقول له ما تخافش انت دلوقتي بخير وفي امان. وبتيجي ايومي علشان تشق عليه. هنا بيجي كمان اخوه، بس ما بيكونش بيبص عليه نهائيا وكانه زعلان وبيحمله الذنب. وبتيجي كمان يسارين بتقول له وانت بخير؟ انا حضرت لك الاكل اللي هيعجبك اكيد. هنا طبعا كان مكسور وبيحاول ان هو يتمشى. وبتيجي كمان توموري بتطل عليه، هو انت اتكلمت مع اخوك؟ قال لها بصراحه كان مختلف مش على طبيعته، اصلا لسه في ناس خطيرين هيجونا في المستقبل. قالت له بس في حل. قال لها ايه هو؟ قالت له ان انت تاخد كل القدرات الخارقه الموجوده في العالم، وبكده هتخلص المشكله. بس بصراحه هتكون مهمه صعبه، وانت الوحيد اللي تقدر تنقذ كل الناس دول. بيجي وبيقول لها
انا هعمل كل ده علشان الناس وعلشانك انت، علشان انا بحبك. بتتفاجئ وبتقول له هو انت ايه اللي خلاك تحبيني اصلا؟ قال لها هو انت يا غبيه الحب عايز تفسير ولا ايه؟ وبتقول له خلاص لما تخلص المهمه وتقدر تنقذ كل الناس دي وتاخد القدرات الخارقه هنبقى مع بعض، وتوعدني ان انت هترجع لي بالسلامه. هنا بيوعدها وبيقول له اكيد هرجع، انت لو خلفت بوعدك هتضطر ان انت تقطع اصبعتك. قال لها طبعا، وبياخد قدرتها. راح عند اخوه وقال له كوماغي مات بسببي انا. ابتدى يعيط وقال له انا اصلا ما شكرتهوش على كل اللي عمله علشاني انا. قال له خلاص انت لازم ترتاح، انا هروح علشان انتقم لكوماغي ولكل الناس. وهو راجع بيلاقي يوسارين وكازو. قالوا له ان احنا عرفنا هتعمل ايه، توموري قالتنا عشان كده لازم تاخد قدرتنا احنا كمان. وبياخد قدرتهم. يوسارين قالت ايه ده، هو ايه اللي حصل، هو انا اختفيت ولا ايه؟ بيقول له كازو اصدقاء عاشوا حياتهم في المدرسه في السراء والضراء. قال له طبعا، وبيروح علشان يجهز شنطته. هنا بتيجي كمان توموري وبتديه كلمات بالانجليزي علشان هو ضعيف في الانجليزي. قالت له يمكن تنفعك. وبيجي الاول واحد عنده قدره خارقه وبياخدها منه وبيقول بصراحه القدره دي مفيده ليا انا. هنا بيروح عند التاني وبياخد منه القدره وكل اللي معاه، وكمان بيفضل يخطط هيروح فين، وبيروح لمكان فيه مثل الافريقان ومن الكلام ده. وبيروح عند ده وبياخد منه القدرة الخارقة وبيقول له دلوقتي تقدر تكمل نومك. هنا بيقول لازم ارجع للمكان. وبيجي للهند كمان، دي بصراحة بتستخدم قدرتها علشان تعالج الناس، بس بيقول لها هعمل ايه، لازم اخد قدرتك كمان. هنا من كتر ما كل اللي بيعمله ده كان هيتجنن. وهنا بيفتكر كلمات اللي ادتها له توموري وبيرجع لوعيه. بعد ما كملت المهمة هدمر كل حاجة. وهو رايح بيجي الراجل ده وبيضربه بالسلاح، وبتيجي البنت دي وبتقف قصاده. قالت له مستحيل اسيبه. فضل يبص لها كده وقال بنت جدع بس انا بحب توموري. وابتدت تبص له هي كمان البصات دي. وهوب بيطب اخوه شينوسكي بالهليكوبتر وبينقذه. وبيصحى بيلاقي نفسه في المستشفى. توموري قالت له انت وفيت بوعدك، بس قالها بالمناسبة هو انت مين؟ اتفاجئت. قالت له هو انت نسيت انا حبيبتك. قال لها بصراحه مش فاكر حاجه. ابتدت تعيط وقال لها ما تعيطيش انا بس بهزر معاكي. وقالت له اهم حاجه ان انت رجعت بخير وسلامه واحنا دلوقتي مع بعض. واخيرا اتلمت الشله وخلص الملخص. يلا